زهقتِ من اللحمة ومن الفراخ ومش عارفة تعملي أكل إيه؟ تعالي أقول لِك على أكلة اقتصادية وسهلة وعلى قد الإيد وسريعة جدًا ومنجزة معاكِ في الوقت. هتعمليها بسرعة، بسرعة، بسرعة وتروحي تتدفي تحت البطانية كده. تعالي أقول لِك على حاجة، هتجيبي الأول طاسة وتحطي فيها شوية زيت كده حلوين. أولًا الزيت ده إحنا هنستخدمه في طول الوصفة معانا، يعني مش هنرميه. هتجيبي عندِك بصل، البصل ده من اللي إحنا كنا مقطّعينه ومفرّزينه عندنا في التلاجة، دي فايدة بقى التفريزات. الأكلة ديّة مش هتاخد منِّك بالضبط 15 دقيقة وأنتِ واقفة كده تعمليها في المطبخ أو ربع ساعة بالضبط. هتنزلي بالبصل، البصل هنا مش هيكون مجمد 100%، هيكون فاكك بنسبة 50%. عايزة تعملي بصل فريش، اعمليه فريش ما فيش أي مشكلة وما فيش أحلى من الفريش. وده حاجة إحنا كلنا رأينا فيها صح، إحنا بنعمل تفريزات عشان خاطر توفّر علينا الوقت والمجهود. البصلة احمرِت بقى لونها جولد، شِلتها وصفّيتها في مصفى، وصفّيت الزيت بتاعها وخدته. جِبت حلة هنا حطيت فيها شوية زيت، وجِبت معلقة توم متفرّزة. الوصفة كلها هنا كلها من الفريزر يعني. هاحمّر التومة كويس جدًا وأمّا يكون لونها جولد هانزل بشوية خَل، ودي برضه الطماطم اللي إحنا مفرّزينها. هاحط الطماطم وهاقلّبها واسيبها تاخد أول غلوة. هاضيف لها مكعب مرقة، حابة مرقة ماشي، مش حابة براحتك. هنضبّط الملح وكمون وفلفل أسود، وهانقلها على عين تانية عشان خاطر تاخد تتسبِّك كده مع نفسها، وأضيف لها نُص معلقة سُكّر. يبقى أنا ضِفت ملح وفلفل أسود ومكعب مرقة وكمون ونُص معلقة سُكّر. دي الطماطم. كان عندي نُص كيس من المكرونة الاسباجيتي، أنا سلقتها لوحدها، إن أنا باحب أسلُق المكرونة الاسباجيتي بالذات لوحدها. وبعدين هانزل عليها بحوالي معلقتين زيت من اللي هو بتاع البصلة بتاعة الكشري. إحنا هنا هنعمل الكشري الحلة الواحدة أو الكشري المتحمّر، بس هاعمله على طريقتي أنا بالتركاية بتاعتي أنا. آآ هاقلّب كده المكرونة مع الزيت، هادّيها كده زي أسخّنها وهاشيلها. طبعًا إحنا كُلّنا عارفين بنسلُق المكرونة إزاي. هاجيب حلة تانية، هانزل فيها ببقية الزيت وهاحُط كوباية من المكرونة المرمرية أو اللي هي المكرونة العُقلة أو المقصوصة الصغيّرة خالص، شوفوا أنتم بتسمّوها إيه. وهاحُط لها رُبع معلقة ملح وأدّيها هاحمّرها. بس أنا مش هاحمّرها 100%، أنا هاخلّي لونها يكون جولد كده أو نُص تحميرة، يكون لونها جولد فاتح. وهانزل بكوباية شعرية. أنا هنا المقادير عندي كوباية مكرونة، كوباية شعرية، كوباية رُز، ربع كوباية عدس منقوع في مَيّة سخنة. هاحمّر الشعرية هنا التركاية اللي باقول لِك عليها، حمّري المكرونة الصغيرة. لمّا بتحمّريها ما بتنزّلش النشا بتاعتها مع الرز والشعرية. وبيبقى الرز حتى لو قعد معاكِ لتاني يوم بيبقى طعمه حلو جدًا، ما بيكونش ملزّق في بعض. آآ حمّريها والنتيجة بتطلع حلوة أوي. أنا باحب أحمّرها. وهنا أفضل لحد ما الشعرية تتحمّر. هاجيب عندي بقى العدس اللي أنا نقعته في مَيّة سخنة حوالي ساعة أو ساعة ونُص. صفّيته، هو كده لمّا اتنقع في مَيّة سخنة اتضاعف حجمه، دي كانت ربع كوباية عدس. هاضيفها على الشعرية والمكرونة وبرضه هاشوّحها. هادّيها كده تشويحة. أنا عايزة العدس يسخن مع المكونات ديّة. سر نجاح الكشري دوّة إن أنتِ كل حاجة بتضيفيها تشوّحيها كويس. هاجي أنزل هنا بالرز. الرز كان عندي كوباية رز. طبعًا أنتِ عارفة إن الكمية هنا كلّها تتضاعف معاكِ لمّا تستوي. دي كانت كوباية رز أو كان حوالي أقل من ربع كيلو رز. غسلته كويس وسِبته لمّا يتصفّى خالص. ضِفته هنا على المكرونة والشعرية والعدس. وهافضل أشوّح فيه لحد لمّا الكشري ياخد درجة السخونية. وبعدين هانزل بربع معلقة فلفل أسود، ربع معلقة كمون،
نُص معلقة بهارات كشري وهتلاقيها متوفّرة في أي مكان، عايزة تحطّي بدل بهارات الكشري تحطّي ملح، قصدي تحطّي مكعب مرقة ما فيش أي مشكلة، وهتضيفي الملح بتاعِك، هتضبّطي الملح. هنا بقى شوّحي الرز كويس جدًا، وبعدين أهم خطوة في نجاح الكشري إن أنتِ تضيفي مَيّة مغلية، اوعي تضيفي مَيّة من الحنفية هتبوّظ لِك الوصفة أو هتخلّي الكشري معاكِ معجِّن، أهم حاجة تضيفي مَيّة من الكاتل تكوني غالياها، ما عندكيش كاتل اغلي شوية مَيّة على البوتاجاز، لإن فايدة المَيّة السخنة هنا هتخلّي لِك المكرونة ما تنزّلش النشا بتاعتها. وادّي له المَيّة المضبوطة وإيه، المَيّة تكون على وش الرز كده، ما تكتّريش في المَيّة، إن عندِك العدس منقوع هينزّل المَيّة بتاعته. هنا عندي الدقة، الدقة دي عبارة عن معلقة توم وقرن فلفل أحمر على أخضر، دقّاهم كده مع بعض، كان ده نُص ونُص، وسِبتهم لمّا سخنوا وطلّعوا الروايح بتاعتهم، ضِفت لهم كوباية مَيّة وبعدين ضِفت عليهم ربع كوباية خَل. هتضيفي هنا البهارات بتاعتِك عبارة عن ملح والملح المضبوط وربع معلقة كمون، شعرة فلفل أسود، ربع معلقة كزبرة ناشفة. ما تبالغيش في التوابل وما تكتريش في التوابل أوي عشان يبقى طعمها مش اللي هو اللي ظاهر، لأ، إحنا عايزين الخل والليمون والثوم والفلفل هم اللي ظاهرين، إن هي دقة. هنا هاسيبها لمّا تغلي وأقوم حاطة لها حوالي عصير ليمونة أو ليمونتين، بس مش عايزة الليمون يغلي هنا على النار، أنا خلاص تكون غليت خالص، أكون مجهزة عندي الليمون وأضيف الليمون وهاشيلها من على النار على طول، عشان لو أنتِ غليتِ الليمون هيمرّر لِك الدقة. عندي طاسة تانية حطيت فيها معلقة زيت أو شوية زيت، ونزلت فيها بمعلقة شطة، هاحمّر الشطة كويس لحد ما ألاقيها كده اللي هي احمرِّت، هانزل عليها بشوية خل. عايزة تقدّمي الشطة على كده هتبقى شطة زيت، اللي هي اللي بتتباع في المحلات أو اللي بتتقدّم لنا في المحلات، تسيبيها تغلي غلوتين 3 أو تتسبِّك لمّا تلاقي الزيت بتاعها طلع على الوش. طَب إحنا هنا عشان معانا أطفال فبنعمل إيه، فبنضيف لها حوالي كبشة أو كبشتين من صلصة الطماطم، اللي هي برضه ما تخلّيهاش اللي هي تكون حراقة أوي. وبرضه الشطة بتطلع حلوة جدًا، هاسيبها لحد ما تتسبِّك وتطلّع الزيت بتاعها على الوش وهاغرفها في الطبق وأقدّمها. من أحلى أنواع الكشري الحلة الواحدة اللي ممكن تعمليها في حياتِك وتجرّبيها. فعلًا أنا جرّبت بطرق كتير جدًا، لقيت دي أنجح طريقة معايا. أنا هنا مسكت شوكة باقلِّب بيها، باورّيكِ الرز، أمّا بتقلّبي بشوكة الرز بيطلع معاكِ مفرول كده، عكس ما أنتِ ما بتقلّبي بمعلقة أو بمغرفة أو كده، بيطلع معاكِ كُتلة رز. بُصّي باورّيه لِك مفلفل وحلو إزاي وما فيش ولا واحدة مكرونة ولا شعرية ولا عدس ماسكين في بعض ولا منزّل النشا بتاعة المكرونة خالص. بُصّي، من أحلى أنواع الكشري اللي فعلًا ممكن تجرّبيها. الوصفة حلوة جدًا وفعلًا تستحق التجربة. عايزة تعمليه يا ريت ما تعمليش كمية كبيرة، هو أصلًا لو قعد لتاني يوم بيبقى حلو، بس حلاوة الكشري اللي هو بيتعمل ويتاكل على طول، ما تعمليش كمية كبيرة وما تبالغيش الكمية ديّة يا دوبك كفّت حوالي 5 أفراد وخدوا كمالة كمان، يعني 5 أفراد أيمنين شبعانين وواخدين كمالة. زي ما قُلت لِك الوصفة حلوة وتستاهل التجربة. اعمليها بكل تركاية وبكل خطوة زي ما أنا ما عملتها كده، وهيطلع معاكِ أحلى كشري ناجح الحلة الواحدة. أنا جبت هنا المكرونة اللي أنا سخّنتها ضفتها على على الرز والعدس والمكرونة. طب ليه أنا ما باحطش المكرونة الأول معاهم أو باحطها على الوش بعد ما باحط الرز وكل حاجة؟ جرّبتها لقيت المكرونة بتنزّل النشا بتاعتها. لمّا بيقعد شوية أو نُص ساعة كده أو السخونية بتاعته خلاص راحت، بالاقي الرز كُلّه والمكرونة كُلّها مسكوا في بعض،
فما بتبقاش افضل نتيجة، لكن بالطريقة دي حلو جدا ان انت تسلقي المكرونة الاسباجيتي لوحديها وتحمري معاهم الايه، المكرونة المرمرية. حلو جدا، وجربيه ويا رب يحسن ما بين ايديا وايديكوا يا رب جميعا. وما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، وبحبكم في الله.